السلام عليكم ورحمة الله، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أنا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض محشي ورق العنب والبصل، وإزاي هنتعلم كمان نخزن ورق العنب يقعد معانا لمدة سنة أو أكتر بدون ما يبوظ بدون ما يتبهدل معانا، وهيطلع معاكي مظبوط جدا في كل مرة بتطلعيه من الفريزر. تابعي معايا بس الفيديو للنهاية علشان تعرفي كل الخطوات المظبوطة. عندي هنا ورق العنب أنا باقسّمه على أحجام، يعني كل الأحجام اللي قد بعض أنا باخلّيها مع بعضها علشان خاطر يبقى بيسهّل عليّا أثناء ما أنا باشتغل بيها، تطلع معايا بكل سهولة، علشان هي طبعًا الورق ما يختلطش ببعض ويبقى الكبير مع الصغير، فده بيتعبِك أنتِ وده بيخلّي ورق العنب يتقطّع. عندي حلة فيها مَيّة، عليها ربع فنجان من الخل. الخل هنا مادة حافظة يا جماعة وبتحافظ على ورق العنب لفترة طويلة. هانزل كده بورق العنب زي ما أنتم شايفين، أنا هنا عملته بخلة أسنان علشان ما يتفكِّش من بعضه، تمام. شايفين أنا هانزّله كده في المَيّة، المَيّة تكون يا جماعة بتغلي مش مَيّة باردة، يا دوب أنا بس بادخّل فيها ورق العنب مش باخلّيها يطوِّل، يعني علشان خاطر الورق بتاع العنب ما يتهريش معاكِ، وكمان عشان لمّا يقعد معاكِ في الفريزر يقعد معاكِ فترة طويلة بدون ما يتبهدل. شايفين اللون على طول اتغيّر، أنا مش باخلّيها يا دوب غلوة واحدة كده وباخرّجه. ال الخطوة دي مهمة جدًا، إن أنا بارتّب ورق العنب علشان خاطر الورق لمّا بيختلط ببعضه، الورق لمّا بتيجي تطلّعيه من بعضه بيتقطّع، فدي خطوة حلوة جدًا إن إحنا نستخدم الخلة بتاعة الأسنان ونمسك بيها ورق العنب. دُولة بعد كده أنا باخرّج ورق العنب على مَيّة فيها قطع من التلج، تكون مَيّة يعني مَيّة من التلاجة وعليها كمان قطع من التلج، بانزّل فيها ورق العنب علشان خاطر يبرد بسرعة معايا، لإن لمّا بيقعد سُخن كده الورق ممكن يتهري معاكِ. أول ما بتخرّجيه بتنزّليه في مَيّة متلجة وعليها مكعبات تلج زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده تقدري بقى تفرّزيه في الفريزر، بتقسّمي الكميات على قدر الكمية اللي أنتِ بتستخدميها. شايفين أنا باستخدم أكياس التلاجة، تقدري تستخدمي علب التلاجة، ولكن أنا بافضّل إن أنا أستخدم الأكياس لإن العلب بتاخد مكان معانا في الفريزر، فإحنا الأفضل لينا إن إحنا نستخدم أكياس التلاجة. شايفين هُم مرتّبين، ولمّا باخرّج الورق بيخرج معايا بكل سهولة بدون ما يعني مش بتحسّي بعناء، لكن لمّا بتنزّلي ورق العنب كده عشوائي لأ طبعًا بيعذّبِك شوية لمّا بتيجي تخرّجي الورق من بعضه. طبعًا هنحط الكمية دي، شايفين أنا ممكن أسيبه بالخلة بتاعة الأسنان وممكن أخلّيه زي ما هو كده وأدخّله في كيس التلاجة وأدخّله الفريزر. الكمية دي تقدر تقعد معاكِ لمدة سَنة، يعني بتقعد معاكِ فترة طويلة جدًا في الفريزر، فلمّا تيجي تستخدميها أنتِ مش بتحطيه في مَيّة علشان خاطر يعني يا ريت تخرّجيه قبلها بكام ساعة علشان يفُك، لإنِّك لمّا بترجّعيه في المَيّة تاني بيخلّي الورقة بتاعته تبقى خفيفة جدًا. شايفين أنا باحاول أخرّج الهوا من الأكياس علشان ما تاخدش معايا أماكن. وبعد كده بندخّلها في الفريزر. تعالي بقى نعمل مع بعض أحلى وصفة محشي ورق عنب ومحشي البصل. على فكرة على ما أعتقد محشي البصل دي أكلة عراقي اسمها الدولمة، طبعًا تحية لأهلنا في العراق. استخدمت 4 بصلات بحجم متوسط، نزلت عليهم كده هنقلّبهم، مع وعندي معلقة كبيرة من التوم المفروم، هنقلّب كل المكونات دي مع بعض. طبعًا يا جماعة الوصفة دي تعتبر وصفة عراقي، بس هي بتختلف إني أنا هنا عاملاها بورق العنب، هُم بيستخدموا حاجة اسمها السلق، وبيستخدموا كذا نوع من المحشي، فيعتبر هو شبه الأكلة المصرية بس باختلاف حشو البصل. حشو البصل ده تقريبًا يعني حاجة أساسية عندهم في الأكلة دي. نزلت عليهم بمعجون الصلصة، طبعًا المحشي بيحب الصلصة الكتير. هانزل عليهم بصلصة، هي خلاص هي مش هتاخد وقت معايا لإن هي أصلًا في الأصل متسبكة. هانزل عليهم بملح وفلفل وطبعًا توابل، ومعانا معلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة، وكمان بتنقل طعم الدمعة بتوديها في حتة تاني خالص. هاخد معلقة بقى كبيرة من دبس الرمان، ودي بتدّي طعم حلو جدًا، جدًا للمحشي، وخاصةً لمحشي ورق العنب بتبقى جميلة جدًا. قلّبي كل المكونات دي مع بعض لغاية الطماطم زي ما أنتم شايفين أول ما بتغلي معايا بانزل عليها بالخضرة. الخضرة هنا أنا مفرّزاها، تقدري تستخدمي الخضرة الفريش ودي اختياري، وطبعًا برضه الطماطم تقدري أنتِ تستخدميها طماطم فريش.
قلبي كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده هننزل عليهم ب3 كوبايات من الرز المصري، بنكون غاسلينه كويس جدًا وننزل عليهم على الخلطة دي. الناس أصحاب الدايت تقدري تستخدمي كل حاجة ني في ني، يعني بنستخدم البصل والثوم وبننزل عليهم بمعجون الصلصة، وبننزل عليهم بالرز والخضرة. ده للناس اللي هي بتحب الحاجات اللي هي يعني ما فيهاش أي مواد دهنية علشان الدايت. أول ما باخلطهم ببعض كده أنا بارفعهم من على النار. علشان أعمل المحشي البصل لازم الأول إن أنا أسلق البصل، وده سلقه جدًا سهل. باشيل القطعة اللي من فوق من البصل والقطعة اللي من تحت، وباعمل خَط بالسكين في النُص علشان يبقى سهل معايا إن أنا أطلّع الورق بتاع البصل. باسيبه في مَيّة مغلية لمدة ربع ساعة. أول ما بتغلي المَيّة باقفل عليها النار وباحط فيها البصل وباسيبها لمدة ربع ساعة، وبعد كده باقدر أخرّج البصل منها علشان يسهّل معايا الورق يخرج معايا بسهولة. طبعًا ورق البصل يعني بيبقى سهل كده في اللَّف بتاعه، بيبقى شبه الكرنب كده أو شبه ورق العنب في اللَّف بتاعه، سهل جدًا. وعلى فكرة الطعم بتاعه يعني بجد رهيب. بجد أنا ما استخدمتش قبل كده محشي ورق البصل، ولكن سبحان الله يعني بجد فايته كتير اللي ما أكلش المحشي بتاع البصل. تحية طبعًا لأهلنا في العراق، فبجد الأكلة يعني رهيبة. بعد ما باخلّص كل الكمية دي أنا هاقول لِك على طريقة سهلة جدًا تلفّي بيها ورق العنب بدون مكنة، بدون أي حاجة، وكمان أسرع من الإيد، أسرع من إن أنتِ بتلفّيها بإيديكِ، وبيطلع كمان شكلها مرسوم ومحكمة. عندي كيس من أكياس التلاجة هابتدي أفرده كده، وبعد كده هاحط عليه الورقة بتاعة ورق العنب. طبعًا الجزء الخشن بيبقى من فوق والجزء الناعم بيبقى من تحت. بتحطي كمية كده مضبوطة بنسبة متساوية في الرز، حاولي ما تكتريش. باحاول أجيب الطرف اليمين وطرف الشمال وابتدي أتني طرف الكيس، شايفين؟ أنا مش باضغط، يا دوب أنا بس بطرف الكيس وعندِك كارت أو البتاعة بتاعة البطاقة دي. مش بنضغط على ورق العنب، ولكن أنا باضغط على الكيس علشان تسهّل معايا إن أنا أسحب الكيس بكل سهولة. شايفين؟ أنا باتني الأطراف وأهو. أنا مش باضغط على ورق العنب، أنا باضغط بس على الكيس، باضغط كده بالكارت وبعد كده باسحب الكيس لفوق. شايفين؟ بتطلع واحدة ورق العنب مرسومة وبتبقى ما شاء الله. حتى لو عاملاها يعني في المكنة مش هتطلع بالإحكام ده. وطبعًا تقدري تلفيها بإيديكِ عادي جدًا، ولكن أنا الطريقة دي فعلًا أنا باستخدمها، فهي سهلة جدًا. طب لو أنا مش عندي كارت أو أي حاجة، شايفين بال3 صوابع دُولة أنا برضه باضغط على الكيس وباسحب الكيس لفوق. شايفين؟ يعني بتتلف معايا برضه بكل سهولة. بس أنا بالنسبة لي الكارت أفضل. في أرضية الحلة بافرد طماطم وبصل متقطّع، وبعد كده باحط أول طبقة من تحت وهي البصل بتاع محشي البصل، وبعد كده باحط طبقة ورق العنب. شايفين يا جماعة مرسومة اللهم بارك. وبعد كده أنا هنا عملت فلفل أخضر محشي وبتنجان. وعلى فكرة أنا الفلفل والبتنجان أنا باحمّرهم، مش باحطّهم أخضر كده لأ، أنا بادّيهم تحميرة على البوتاجاز. بعد كده باحط الغطا ده، غطا بايركس بتحطّيه أو أي غطا. تمام. وعندي مرقة لحمة وعليها معلقة من معجون الصلصة، وبانزل عليهم طبعًا بالتوابل ملح وفلفل وتوابل لحمة علشان خاطر تدّيني النكهة ومكعب من المرق. وطبعًا الملح هنا حسب الرغبة. أول بس ما بيبقى الشوربة بتغطي منسوب المحشي، أنا بارفعه على النار وباسيبه يستوي على نار هادية جدًا. تمام. ده بعد ما استوى شايفين يا جماعة الفلفل والبتنجان، اللهم بارك. المحشي طالع رهيب وطعمه جميل جدًا. هابتدي أقلب بقى المحشي ده واتفرّجوا بقى على الجمال. يعني شايفين ما فيش حاجة شبكت في أرضية الحلة. اللهم بارك. بجد الطعم رهيب. وفعلًا طعم المحشي بتاع البصل خطير يا جماعة، يعني لازم تجرّبوا الوصفة دي طبعًا بالنسبة للي ما جرّبش محشي البصل. ولو كنتِ بقى وصلتِ معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم وعددنا يزيد ونقدر نقدّم مع بعض وصفات حلوة. سلام عليكم.